تخيل معاك كده بتنام كل يوم على سريرك مرتاح ومدد رجلك، صح؟ الحاجة دي طبيعية ومش بنفكر فيها أصلا. دلوقتي تخيل إنك واقف من 12 سنة، مش قاعد ومش نايم، واقف من 12 سنة، ما بتقعدش تاكل، ما بتقعدش تصلي، حتى وانت بتنام وانت واقف. ده مش عذاب، ده فيلم رعب. ده رجل حقيقي عايش دلوقتي في الهند، واخد على نفسه العهد ده بإيده وبيكمله لغاية اللحظة دي. واقف ليه ده كله؟ علشان يشوف الإله بعينه. الراجل دوت اسمه دوناجيري جي مهراج. راجل ساب الجامعة بتاعته وساب حياته المهنية علشان يخش عالم تاني آخر. تخيل معايا اللحظة اللي هو قرر فيها كده. كان شاب عنده كتب ومستقبل وعنده امتحانات ومستقبل شغله، وفجأة بيقول لنفسه أنا مش هقعد تاني في حياتي. القصة دي مش خيال ولا أسطورة قديمة، ده حصلت وبتتصور دلوقتي. انتشرت في الشهور اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العربية والعالمية. هو مش لوحده في الموضوع ده، هو منضم لطائفة اسمها خرشواري، اللي هي معناها بالحرف البابوات الواقفون، يعني الناس اللي بتفضل واقفة على رجلها وما بتقعدش. الطائفة ديت جزء من عالم أوسع بكتير، عالم السادهو، الزهاد الهنود اللي هم بيسيبوا الدنيا كلها ورا ظهرهم وبيلبسوا هدومهم الرمادية أو البرتقالية وبيعيشوا حياة تقشف كامل علشان يحرقوا ذنوبهم. والعملية ديت اسمها في الهندوسية تابة أو تباسيو. بس خرشواري اختاروا أقسى صورة من التقشف ده، إنهم يوقفوا نفسهم على رجلهم وما يقعدوش ولا يناموا. لو هيناموا يناموا هم واقفين لمدة معينة، غالبا 12 سنة. خلينا نتكلم بالتفصيل عن الحياة اليومية للراهب ده. أولا هو معاده عامة أو مرجحة خاصة متعلقة من فوق، بالنهار بيقف يسند جسمه عليها، وأحيانا بيعلق رجل واحدة في حزام تحت المرجحة علشان يريحها شوية من الوزن، والرجل التانية بتفضل شايلة الجسم كله. بالليل لما يجيله النوم هو بينام واقف وهو ساند على نفس الدعامة، مفيش سرير مفيش أرض تحته ينام عليها حتى. ونتيجة كده اللي بيحصل طبيعي جدا، رجليه بتورم، الدم بيتجمع تحت، والأوعية الدموية بتتمدد، وأحيانا بيكون في جروح مزمنة مش بتقفل. علشان كده لازم المتطوعين بيجوا كل فترة بيعالجوا له رجله بمراهم ومطهرات، بس هما نفسهم مش بيقدروا يخففوا التورم، هو يا دوبك بيخففوا الألم شوية. فكر معاه في الإحساس ده، كل خطوة وكل ثانية جسمك بيتعب أكتر وأكتر، الوجع مش بيروح، وانت عارف إن هو مش هيروح لأن ده جزء من العهد. وده مش أول مرة العالم يشوف فيها الظاهرة دي. الطائفة دي موجودة من القرن ال17، وتاريخيا كانوا بيقفوا تحت شجرة. الوضعية دي في اليوجا اسمها فريكاسانا، يعني وضعية الشجرة، وده رمزي جدا. الراهب بيتحول لشجرة، جذوره هي رجليه المورمين اللي ثابتين في الأرض، وجسمه ثابت زي الجذع. المسافة اللي بيمشيها الراهب في حياته اليومية بسيطة جدا، لأن أغلب الوقت بيبقى معلق رجله على المرجح، لكنه ممكن يمشي لو احتاج. السؤال اللي أكيد في دماغك دلوقتي، طب ليه حد يعمل في نفسه كده؟ الإجابة المرتبطة بمعتقد ديني عميق جدا عند الهندوس، ودولة جيري بالتحديد بيقول إن هدفه يشوف الإله اللي هو اسمه مهاديف بعينه. ومهاديف ده لقب من ألقاب الإله شيفا، أحد أهم آلهة الهندوسية الثلاثة الكبار. الفكرة إن الجسم البشري طالما فيه راحة ما بيقدرش يوصل لمرحلة الطهارة الروحية العميقة، فلازم تحرق الراحة دي بالكامل، ما يبقاش فيه راحة، وتحول جسمك لعذاب طوعي بمزاجك مش غصب عنك، علشان روحك تتحرر وتوصل لرؤية إلهية. وفي راهب تاني من نفس الطائفة معروف باسم بابا راج ناز، حكى قصة مختلفة شوية عن الهدف بتاعه، وقال إن شيخه الروحي غضب منه في يوم لما حرق الخبز وضربه وطرده من عنده، فقرر إنه يوقف نفسه دايما علشان يرضيه. وبرر الموضوع دوت بمبدأ أساسي عند البابوات، في إنهم لو حطوا جسمهم في معاناة قصوى هيحرقوا كل خطاياهم. يعني كل راهب وليه قصته وسبب دخوله الطريق ده، بس النتيجة واحدة، جسد واقف بدون توقف لسنين طويلة. المهم نقول هنا حاجة بمنتهى الوضوح، الظاهرة دي مش خيال ولا محتوى مفبرك، الخرشواري موجودين فعلا
بيتصوروا في مهرجانات دينية ضخمة زي كومبا ميلا اللي بتتعمل كل 12 سنة وبيحضرها ملايين الحجاج، وفيها بيتجمعوا كل الزهاد من كل الطوائف في مكان واحد. وفي حالات موثقة لراهب اسمه بهاجوان داس صوروه سنة 1992 بعد ما كان واقف بالفعل من 28 سنة متواصلة، لحد ما نصحوا الأطباء إنه يوقف بسبب حالته الصحية. بعد كل السنين ديت، بعد كل الألم ده، بعد التورم والجروح والمتطوعين اللي بيعالجوه كل يوم، رؤيته المزعومة لسه ما اتحققتش لغاية النهاردة. 12 سنة واقف ولا لحظة واحدة راحة وهو لسه مستني. اللي بيدور في دماغه دلوقتي وهو واقف تاني ليلة رجليه بتوجعه وقلبه لسه مستني معجزة ممكن ما تجيش؟ هل الإيمان ده قوة ولا هو نوع من عذاب النفسي اللي ملوش نهاية؟ الأطباء اللي شافوا حالات زي دي اتحذروا مرات كتير من المخاطر الصحية الخطيرة اللي بتحصل كنتيجة في الوقوف المستمر، من تجلطات لتقرحات مزمنة لتلف دائم في الأعصاب والمفاصل. بس الرهبان نفسهم مش شايفين المخاطر ديت إنها عائق في سكته، لأنهم شايفينها تمن وإنه لازم يدفع. القصة ديت بتوضح حاجة مهمة جدا: كل حضارة وكل دين عنده الصورة الخاصة بيه على الإيمان الأقصى، الحد اللي فيه الإنسان إن هو مستعد يضحي بجسمه بالكامل علشان يوصل لحاجة مؤمن بيها. سواء اتفاعلت مع القصة دي ولا لأ، الحقيقة إن في ناس حقيقيين دلوقتي بيعيشوا حياتهم كلها واقفين مستنيين حاجة ممكن ما تجيش أبدا. وانتوا لو كان قدامكم عهد زي ده تقدروا تكملوه، ولا في رأيكم إن الإيمان مش لازم يوصل لحد العذاب الجسدي ده؟ قولوا لي في الكومنتات وسيبوا لي لايك لو الحلقة دي عجبتكم، والحمد لله على نعمة الإسلام، واشتركوا في القناة عشان يوصل لك كل قصة تكسر الدنيا. سلام.